لو سألتك ايه أول حاجة بتيجي في بالك لما تسمع اسم الصين، فهيجي في بالك منتجاتها الرديئة أو منتجاتها الصناعية اللي اجتاحت العالم كله، وهيجي في دماغك كمان قوتها اللي بقت بتنافس بشكل مباشر قوة الولايات المتحدة الأمريكية أو زعامة العالم اللي بقت الصين جزء منها. وكمان بيجي في دماغك الأكلات الغريبة اللي بياكلوها الصينيين، فالصينيين حرفيا بياكلوا كل حاجة، فالصينيين بياكلوا الكلاب والقطط والزواحف والحشرات. لكن ما سألتش نفسك ليه الشعب الصيني بياكل الأنواع الغريبة دي من المأكولات؟ طب هتستغرب أكتر لو عرفت إن الصين من 60 سنة بس كانت بتاكل أكلات عادية، وإنها اتحولت للمأكولات الغريبة دي في مطلع الستينات من القرن العشرين، وده كان بسبب المجاعة اللي ضربت الصين من سنة 1958 لسنة 1962. إيه سبب المجاعة ومين اللي عملها؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة إن شاء الله. دي المصطبة وأنا عيسى. بدأت حكايتنا في سنة 1949 لما انتهت الحرب الأهلية الصينية بفوز الشيوعيين واستيلائهم بعدها على السلطة، وأسسوا الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي يونغ، الأب الروحي للصين الحديث. وكان ماو متأثر بالفكر الشيوعي ومعجب جدا بالاتحاد السوفيتي، وزعيمها في الوقت ده ستالين، وكان بيتمنى إنه يحول الصين لاقتصاد اشتراكي ناجح بل تتفوق على الاتحاد السوفيتي. وفي مطلع الخمسينات زار ماو موسكو عشان يقابل ستالين، لكن الزيارة كانت مهينة حبتين، ده لأن ستالين مرضيش يقابله إلا بعد وصوله بيومين. ولما ماو قابل ستالين طلب منه إن الاتحاد السوفيتي يقف مع الصين في نهضتها، وإنه يساعدهم في تأسيس عدد كبير من المصانع، تحول الأمة الصينية من أمة زراعية لأمة منتجة. لكن ستالين اشترط علشان يوافق على نقل التكنولوجيا الصناعية إن الصين تدفع ثمن المصانع دي بقرض وتسدده على مراحل. فيوافق ماو تسي يونغ ويطلب من ستالين إن التسديد يكون عن طريق إما محاصيل زراعية أو فلوس. فيوافق ستالين، وده لأن الصين ما كانش عندها القدرة في الوقت دوت إنها تسدد نقدا. فيوافق ستالين، وبالفعل يرجع ماو للصين وتبدأ عملية توطين الصناعة فيها. وبعدها بفترة قصيرة يطلع ماو قانون الإصلاح الزراعي، وده عن طريق إنه ينزع ملكية الأراضي الزراعية من ملاكها ويديها للفلاحين عشان يزرعوا، ونفذ ده بالفعل ونزع ملكية الأراضي الزراعية من مليون مال. ده كمان حولهم للمحاكمة وتم إعدامهم، ووزع الأراضي على الفلاحين، وبدأ الصينيين في الزراعة. وكان الموضوع جيد، والفلاحين الصينيين بدأوا يحسوا بالراحة في حياتهم وفي تحسن ملحوظ، ده لأن إنتاج الأراضي الزراعية بدأ يزيد ويحقق ليهم وفرة إنتاجية، فكانوا بيدوا جزء للحكومة وياخدوا هم جزء يكفيهم طول السنة، لحد سنة 1953 لما كان ماو عايز يقلد السياسة الزراعية اللي مشي عليها ستالين، وده عن طريق إنه بدل ما يدي كل فلاح عدد من الفدادين الزراعية، يجمع مجموعة من الأراضي ويخلي مجموعة من الأسر تشتغل فيها، والربح يتوزع عليه بعد ما يدوا للحكومة الكم المطلوب من المحصول. وبدأ فعلا في التنفيذ، لكن الفلاحين ما عجبهمش الوضع وحسوا ان ماو ضحك عليهم وهيسحب منهم تاني الاراضي اللي اخدوها. لكن ما قدرش ماو انه ينفذ الخطة دي، لان في نفس السنة يموت ستالين ويمسك بعدها نيكيتا خروتشوف الحكم، وينتقد بشكل واضح السياسات الزراعية اللي كان ماشي عليها ستالين، واللي ادت الى مشاكل في قطاع الزراعة بتعاني منها الاتحاد السوفيتي، وراح لغى النظام ده. فبالتالي لغى كمان ماو الفكر. وفي سنة 1957 يزور ماو الاتحاد السوفيتي ويحضر العرض العسكري في الميدان الأحمر، وفي وسط العرض يقول له نيكيتا تراهني إن الاتحاد السوفيتي هيقدر إنه يتفوق بصناعته في العدد والجودة عن الصناعة الأمريكية. فيرد عليه ماو يقول له طب تراهني أنت إن الصين إنتاجها هيتفوق على الإنتاج البريطاني في العدد والجودة خلال 15 سنة. فبيقبلوا الاتنين الرهان، ويرجع ماو ويحط خطة اسمها القفزة الكبرى إلى الأمام، ودي كانت عبارة عن خطة إصلاح اجتماعي واقتصادي تنقل الصين نقلة مختلفة تماما وفي وقت سريع، وده عن طريق إنه يتم توطين عدد أكبر من المصانع، وهيدفع ثمنها عن طريق المحاصيل الزراعية الاقتصادية، وكمان هيتم الشغل بعدد ساعات زيادة، وكل أطياف المجتمع من رجالة وستات هيشتغلوا فيها. ووعد ماو الشعب الصيني إنه هيعيش في جنة الشيوعية في وقت سريع، وإنه بس الشعب هيعاني في فترة البناء، ده غير إنه أكبر مجموعة من الفلاحين إن هم يسيبوا الأراضي الزراعية ويتجهوا للمصانع. وعشان يضمن إنهم مش هيرجعوا تاني، صدرت الحكومة منهم الأراضي الزراعية. بعدها اتجه 100 مليون مواطن وبدأوا يشتغلوا في تنفيذ الخطة، والشعب كان بينتج وفرحان، والأطفال كانوا بيودوهم مدارس داخلية لأيام عشان الستات تشتغل في الزراعة.
وادى ماو الأمر إنه يتم توريد كم أكبر من المحاصيل الزراعية عشان تقدر الصين تسدد الديون اللي عليها بسرعة، وبعدها بدأت تتدخل في الزراعة بشكل مباشر. وادت الحكومة الأمر للفلاحين بزراعة محاصيل معينة، وكان من ضمنهم محاصيل معجنة عشان تنتج بكم أكبر. وبعدها يلاحظ المسؤولين الكبار إن في مجموعة من الطيور البرية بتاكل أجزاء من المحاصيل، فطلع الأمر باصطياد وتصفية الطيور دي، وبدأت حملة من الصيادين بالبنادق واصطادوا أعداد كبيرة من الطيور البرية لحد ما بقت شبه منقرضة. وافتكرت الحكومة إن الموضوع انتهى وإنهم هيقدروا يحافظوا على كل المحاصيل كاملة، لكن بيتفاجئوا إن الحشرات والآفات اللي كانت الطيور دي بتصطادهم بدأت تطلع وتتلف المحصول، وبالفعل أدى ده لتلف 20% من المحاصيل، وده كان سنة 1959. وفي نفس السنة طلع قرار من الحكومة بأنهم يخلوا العمل مقابل الغذاء، يعني كل ما تشتغل أكتر تاخد وجبتك الغذائية أكتر، وده كان قرار كارثي. فتخيل إن لو شخص حصل له مرض خلاه يقعد في البيت، فده هيخليه ما يحصلش على الأكل لأنه ما اشتغلش. الأكل كان بديل عن المرتبات في الوقت ده. مش بس كده، ده في نفس السنة تحصل بعض العوامل المناخية اللي هتأثر بالسلب على الإنتاج الزراعي. ففي سنة 1959 سنة 1960 حصل جفاف في بعض المناطق الزراعية في الصين، فأثر بشكل مباشر على زراعة الحبوب، وانخفض الإنتاج من 200 مليون طن من الحبوب ل 143 مليون طن، مع أمر ماو في زيادة الصادرات الزراعية عشان يقدروا يسددوا ديون المصانع بشكل أسرع. خلى الحصة الغذائية للفرد تقل، وبدأت الناس إنها تاكل ورق الشجر وقش الرز، وناس تانية بدأت تموت من الجوع، ده غير ناس تانية انتحرت بسبب السياسات العملية القمعية. في بعض المؤرخين قالوا إن ماو ما كانش يعرف بموضوع المجاعة اللي حصلت في الأرياف، لكن في مؤرخين كتير أكدوا إنه كان عارف بالموضوع ده، بل وبيزود بعض القرارات اللي كانت بتصعب الأمور أكتر، وقال إن على نصف الشعب إنه يموت من الجوع في مقابل إن النص التاني يعيش. ده في سنة 1960 يقرر إن الصين هتنتج في 3 سنين 100 مليون طن من الفولاذ عشان تدخلهم في عملية الصناعة. وطبعا المصانع اللي كانت موجودة ما تقدرش تنتج الكم دوت من الفولاذ، فكان الأهالي بيبنوا أفران للحديد ويخلطوا الطين بشعر الستات والبنات عشان يولع بشكل أكبر، وقطعوا كم كبير من الشجر عشان يجيبوا الوقود اللي يسيحوا بيه الفولاذ، وكانوا بيسيحوا المعالق وأواني الطبخ وأي حاجة معدن في بيوتهم، ده لدرجة إنهم كانوا بيولعوا في عفش بيوتهم كوقود عشان يساعدهم في إنتاج العدد المطلوب من الفولاذ. تخيل كده معايا شغل بعدد ساعات كبيرة، يعني مجهود كبير مع قلة الأكل، فكانت في ناس كتير بتموت، وابتدى الشعب إنه ياكل أي حاجة يلاقيها قدامه، من قطط وكلاب وفران وخفافيش ونمل وزواحف، ده لدرجة إنهم كانوا بياكلوا لحم الأموات من البشر، وما كانش حد بيقدر إنه يفتح بقه بكلمة، واللي كان بيتكلم بيتاخد على معتقلات ويقوموا فيها بالأشغال الشاقة لحد ما يا إما يموتوا أو يخلصوا فترتهم. كل ده وما كانش حد قادر يخلي ماو يقف عند حده ويخفف قراراته الكارثية دي، ده لدرجة إن نيكيتا خروتشوف جاله وقال له أرجوك ما تكررش أخطاء ستالين ولا جرايمه ضد الشعب. لكن ماو ما كانش مهتم، وكانت الحكومة بتطلع قرارات زراعة المحاصيل الاقتصادية بشكل أكبر زي القطن وقصب السكر على حساب الحبوب، مع الجفاف أحيانا والفيضانات أوقات تانية كان بيؤدي لتلف المحاصيل الغذائية، فبالتالي المجاعة بتزيد فالناس بتموت أكتر. وفي سنة 1961 لما قرر رئيس واحدة من المقاطعات الصينية وكان اسمه لو تشاوجي إنه يزور المقاطعة دي لمدة 3 شهور عشان يشوف الوضع المأساوي بنفسه، ويكتشف بالصدفة إن في بعض من أفراد عيلته ماتوا من المجاعة، وإن عائلته ما قدرتش إنها تتكلم خوفا من البطش أو الاعتقال، فيغضب بعدها لو ويقرر إن سياسة القفزة للأمام لازم تقف بأي طريقة لأن استمرارها ممكن يؤدي لكوارث أكتر. وبالفعل ينجح لو تشاوجي في جمع مجموعة من الكوادر الاقتصادية في الحزب الشيوعي الصيني، ويقدروا يخففوا الأعباء السياسية دي. وبالرغم من إن المجاعة فضلت تحصد أرواح الصينيين لحد سنة 1962، إلا إن الحال في نهاية السنة دي بدأ يتحسن، فتأسست حقول زراعية جديدة ذات ملكية فردية وأسواق حرة لبيع المنتجات الزراعية، وبعدها اتلغى قرارات زراعة المحاصيل الاقتصادية وقل إنتاجها بشكل كبير قصاد الإنتاج الغذائي. وواحدة واحدة
انتهت المجاعة وبدأت الأمور ترجع تاني لطبيعتها. وفي سنة 1976 مات ماو تسي يونغ. صحيح إنه الأب الروحي الصيني والمؤسس للصين الحديثة أو لجمهورية الصين الشعبية، لكن الصينيين لحد النهاردة مش قادرين ينسوا المجاعة اللي موتت أكتر من 45 مليون إنسان، وهتفضل واحدة من الكوارث المؤلمة في التاريخ الحديث. وفي سنة 1981 اعترفت الحكومة إن المجاعة كان سببها عوامل مناخية، ودي شكلت 30% من السبب، وال70% الباقية كانت بسبب قرارات سياسية خاطئة. وبعد الانفتاح الاقتصادي اتبعت الصين سياسات اقتصادية ساعدت الشعب الصيني في توفير غذائه، بل وقدرت الصين إنها تحقق فائض وتصدره. بس كده، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.